السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل بطاطا زي بطاطا العربيات الدايبه المكرمله دي. معايا طاسه اهي او صينيه بسخنها قوي على البوتاجاز. انا مش هدخل فرن، انا هحملها على البوتاجاز سخنه قوي قوي. والبطاطا معايا منديه، هنزل بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. رشها كده وهرش عليها، مش هحط ولا ميه خالص، هرش عليها 3 معالق سكر. دي احط بقى سلط كأنه رز. هنسيب التوابل على قرفة. عايزة تحطي قرفة حطي، مش عايزة بس هي بتحليها. قرفة مع البطاطا خطيرة. هرش كده معلقة. معايا ورق زبدة مخلياه، ورق زبدة وورقة فويل، وهغطي اخمرها خالص كده، اخمرها خالص. اعملها بالفوطة عشان سخنة قوي. غطيتها بقى بورق الفويل، ورق الزبدة الاول المندي والفويل، ووطيت عليها خالص تبقى هادية خالص كده. اسيبها بقى نص ساعة كده وهاجي نشوفها مع بعض. معلش في قرآن بره، في ميت فمشغلين قرآن عشان الصوت بس، انا اسف. بعد النص ساعة بقى كده هنبتدي نقلبها. بس شايفين العسل؟ قلبتها ووطيتها، غطيتها بالغطا تاني، وهسيبها كمان تلت ساعة أو 25 دقيقة كده ونشوفها مع بعض، لأن هي حجمها كبير. بصوا البطاطا بقى، بصوا منظرها، بصوا جمالها ما شاء الله. بصوا العسل نزل منها ازاي كل ده. بصوا ملبن، هي استوت خلاص. هطلعها بقى واوريها لكم. ايه رأيكم بقى في البطاطا دي؟ ايه رأيكم؟ شايفين العسل بتاعها؟ ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة، احلى من بتاعت العربيات. هنشوف بقى المقلبظة دي، انا كنت خايفة دي ما تستويش، لكن الحمد لله استوت ملبن. بصوا نفتحها كده، ايه رأيكم؟ بصوا ده العسل اللي نزل منها. ناخد من العسل ده، انا حطيت عليه حتة سمنة بلدي، حط بقى عليه كده. يا سلام، يا جماله يا جماله. بصوا الجمال، بصوا ايه رأيكم؟ بصوا ملبن. بصوا ايه رأيكم؟ مش ممكن البطاطا دي، مش ممكن. يلا اعملوها بقى بطريقتي، جميلة هي. انا شفتها بصراحة، مش طريقتي، مش اختراعي يعني، انا شفتها وعجبتني فعملتها، طلعت جميلة جميلة جميلة. يلا حطي اللايك بقى، ولا تنسي البطاطا الجميلة دي. اشتركي في قناة عائلة نهى 22 عشان يصلك كل جديد بنعمله. واشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتمتعوا بقى بمنظر البطاطا الخطيرة دي، ولا الصوص بتاعها. بصوا الصوص، حطي منه بقى كده وكلي.